السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مراجعة لحامل الكاميرا من موقع جيربست. سوف نرى جميع خصائصه وماذا يحمل وماذا لا يحمل. اذا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. اذا لنبدا الان بالمراجعه. بسم الله. انا قد فتحت الطرد سابقا، لهذا سوف نقوم الان بفتح جلب كما ترون هي تكون في كرتونة. الكرتونة ترون هي في مقطات هنا. نقوم الآن بفتح الغطاء. هذا يعني سأوريكم الآن هذا لتثبيت هذا الجزء، وهذا لجعل الحامل يدور 360 درجة. كما ترون هذا هو أظن أنكم لا ترون. كما ترون هذا هنا يعني الأرجل يعني فهو يجتمع. كما ترون الآن فها هو المنتوج، يعني هو ترايبود قد قمنا بفكه. حجمه خفيف وهذا ما أعجبني صراحة. هذا ترايبود خاص بالكاميرا الصغيرة وللهواتف النقالة وللتابلت. يعني حجمه صغير بالنسبة للكاميرات الكبيرة مثل كانون ونيكون. يعني مثلا كانون 600 دي فيمكنك تركيبه عليها، لكن فهي حجمها خفيف لذلك لا تستطيع تركيبها لأنها قد تقوم بالسقوط وتؤدي بكاميرتك إلى الهلاك. هذه الثلاث أشياء تساعد على الثبات. يعني يمكنك أيضا إطالته على هذا الشكل، يمكنك تقصيرها على هذا الشكل. إذن الآن سنقوم بتجربة الكاميرا والهاتف عليها. إذن ابقوا معي. إذن الآن سوف نقوم بتركيب هذه الكاميرا على الترايبود كما ترون الآن. فهذا هو المسمار الخاص بالتركيب، والذي كما قلت لكم في الفيديو السابق. لمن لم يشاهد الفيديو سأضع لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. كما ترون هذه هي الفتحة الخاصة بالترايبود. الآن سوف نقوم بتركيبها وأعود لكم. الآن كما ترون فقد ركبنا الكاميرا. كما ترون الآن تقوم بدوران 360 درجة يعني بشكل جميل، وهكذا للنزول. أو سوف نقوم بتجربة الهاتف عليه. إذن ابقوا معي. الآن سوف نقوم بتركيب الهاتف على الترايبود. كيف ذلك؟ سنحتاج يعني إلى هذا الأداة التي توجد على عصا السيلفي، ويمكنك شراؤها لوحدها من بائع الهواتف النقي ورخيص جدا. هي التي سنستعملها. سنقوم بتركيب فيها يعني الهاتف وسنقوم بتركيبها هنا. بالنسبة لطريقة تركيبها فهناك مسمار يعني مكان لوضعها في الترايبود. الآن سوف نقوم بتركيبها ونعود لكم. إذن الآن كما ترون قد قمنا بتركيب الكاميرا يعني الهاتف. كما ترون يستعملها بشكل جيد ورائع جدا. هذا الترايبود أنصحكم بشرائه يعني بالنسبة للجيمرز يعني الناس الذين يقومون بالشروحات بالفيس كام، فأنصحكم بشراء هذا الترايبود فإنه رخيص. يعني ثمنه هو $8. كالعادة رابط الشرائية ستجده أسفل هذا الفيديو في التدوينة www.geekali.com. ستجدون التدوينة مرفوق مع الرابط الشراء. كانت هذه المراجعة البسيطة لحامل الكاميرا. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك لتتواصلوا دائما بجديد قناتنا. ولا تنسوا الدخول إلى موقعنا www.geekali.com. إذن أستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله. ولا تنسى كالعادة الضغط على زر نشر الفيديو لكي يراه الجميع. إذن إلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله.